السلام عليكم ليكيب، مرحبا بكم من جديد في القناة تاعنا. ما تنساش خوتي كيما العادة جام اشتراك في القناة، خلونا نشوفوا كل جديد وكل حصري لاتحاد العاصمة. اليوم راح نحكوا في نقاط كثيرة لاتحاد العاصمة وتخص اتحاد العاصمة. على بال اخوتي كاين ناس بزاف راهي حابة وقفة احتجاجية لانصار اتحاد العاصمة على اوضاع الفريق. احسن حاجة الوقفة الاحتجاجية للانصار تكون يوم 26 نوفمبر بملعب 5 جويلية في مباراة الهلال الليبي من كأس الكاف. هنا لقاء خوتي قاري، وكل الأنظار تكون صوب النادي من قنوات كبرى ووسائل إعلانية كثيرة، عكس لقاء محلي أين لا يتم إيصال صوت الأنصار، وهو مطالبة بتغيير جذري ووضع إدارة الجديدة، ولازم تكون لها شخصية وتعمل لمصلحة الفريق. هذه هي ليكيب، ولازم نكونوا يوم الأحد بقوة. كل محبين والمخلصين لنادي اتحاد العاصمة لازم تتوجه يوم الأحد إلى ملعب 5 جويلية. على بالنا بلي يوم الأحد ما يساعدش ناس بزاف، مي راح نكونوا إن شاء الله بقوة. أنا واحد من الناس ما يساعدنيش يوم الأحد، مي راح نكون ثم على جال اتحاد العاصمة، ما يهمني حتى حاجة، راح نكون إن شاء الله في الملعب. ونزيدوا نوضحوا نقطة هامة وهي مقاطعة المدرجات. هذا الكلام خوتي ما ديروش في بالكم، وهذا اللي راه يروج هذا الكلام يخدم لصالح الإدارة. هذه هي كلام هذا ما ديروش عليه إطلاقا. احنا يسمونا يوم الأحد في الملعب، اللي حب حب واللي كره كره. احنا رانا نخدمو على جال النادي والفريق، ما يهمنا حتى حاجة أخرى. نزيدو نقولوا ونعاودوها، الفريق محتاجنا بقوة، ولازم نكونوا مخلصين خوتي، لازم نكونوا يوم الأحد في الملعب. هذه هي. وكاين بعض صفحات الفيسبوك نقولوها من هذا المنبر، خطونا من بعض الإشاعات، ماشي كوبي كولي. اهدر في المفيد واهدر في الرسمي، هذا ما كان. ونقول لكم خوتي نتلاقاو يوم الأحد. وخوتي وبخصوص التذاكر، المباراة راح تكون أقصى يوم هي غدا إن شاء الله. آخر يوم لطرح تذاكر هي الأربعاء إن شاء الله، غدوة يطرحونا تذاكر ونكونوا بقوة. ونقول لكم خوتي نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم.